نبدأ بالسورة الأولى على يمينك. نعم. أعوذ بالله. عفوا ماذا قلت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصف محمد بن سلمان نعم. ولي العهد بالشيطان الرجيم. نعم. السورة التي على يسارك. الله يهديه ويحسن خاتمته. الآن لك التعليق على كلتا السورتين ثم القرر أي سورتين تختار. تفضل. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلت الله يحسن خاتمته ويهديه، لا أختار ولا صورة فيهم. لابد من اختيار سورة. يعني لابد من اختيار. ما هو المعيار للاختيار؟ أنت من تحدد المعيار. أليس هناك يعني شخصية من الشخصيتين أفضل من الأخرى؟ إذا كان أوكي أختار سورة الملك سلمان. لأنه أفضل؟ لا 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 لا, لا. ما قلت أفضل، لا لم أقل أفضل. لماذا؟ لا أقول أنه رجل يعني على يعني على مشارف نهاية عمره، وأريد أن أوصل له رسالة، لذلك اخترت يعني صورة. ما هي الرسالة؟ تفضل. نعم، الرسالة هي يعني اتق الله في نفسك، أنت على وشك أن تقابل ربك، ولا نعلم من فينا يقابل ربه قبل، ولكن أنت في عمر الأغلب أنك على وشك أن تقابل رب كريم، ولكنه رب جبار، رب عظيم ورحيم، لكنه رب شديد العقاب. اتق الله فيما تفعله في أسرتك التي أمرت بحبسها في السجون. اتق الله في شعبك الذي أصبح يأكل من النفايات، والصور موجودة والفيديوهات موجودة. وهذا الكلام لمن؟ للملك سلمان. اتق الله في الأمة العربية التي سالت دماؤها بسبب قراراتك. اتق الله في اليمن. اتق الله في الأمة الإسلامية التي فرقت ما بينها. أنت تتحمل مسؤولية كل هذا لوجود الحرمين الشريفين، وأنا أقولها لك مباشرة، أقول لك لولا، والله أعلم، لولا الإنجليز لما كنت ملكا، لا أنت ولا آبائك ولا أجدادك. سيوفنا كانت تنتظرك وأنت تعلم من نحن. لولا الإنجليز لما استطعت أن تفعل كل هذا، واليوم لولا الأمريكان لكنت تعرف مكانك الحقيقي. سيوفنا هدمنا بها الدولة السعودية الأولى، وهدمنا بها الدولة السعودية الثانية، ونحن على استعداد بإذن الله أن نهدم الدولة السعودية الثالثة إذا لزم الأمر. اتق الله واعلم أن لكل فرعون